السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، حلقة جديدة. انفعال ناري من الكابتن معتز اينو نجم النادي الاهلي السابق على لاعبي النادي الاهلي بسبب خسارتهم للقاء السوبر امام الغريم التقليدي للنادي الاهلي وهو نادي الزمالك. خلينا نسمع ونرجع نعلق على الفيديو بعد الفاصل. مع مين؟ بص يا كابتن، في البدايه مبروك لنادي الزمالك طبعا ويستحقوا. طبعا لازم نقول اللي لينا واللي علينا، دي حقيقة. وشابوه لجمهور نادي الزمالك اللي هو بيساندهم، فمبروك وتستاهلوا. وكان عندهم روحهم اعلى من لعيبه النادي الاهلي. هتكلم بقى عن النادي الاهلي عشان زي ما احنا بنقف معاكم وزي ما احنا بنشيد بيكم لازم ننتقد. رقم واحد، الاحتفالات اللي هم عمالين يعملوها يا كابتن بعد كل ضربة جزاء. اولا انت لسه ما كسبتش عشان تقعد تعمل لي كده وتعمل لي كده. احنا مش قاعدين في اوضه نوم. انا مش في اوضه نوم. ايه ده احتفال؟ ايه بيقول ايه الاحتفال؟ فدي نقطه. يعني هنكسب واحنا نايمين؟ مش يعني عارف ايه دي بقى. لما اطلع بقى كل واحد يعمل لي كده. ايه ده؟ ايه ده؟ مش لما تكسب الاول تبقى تحتفل؟ دي واحد. اتنين، كابتن ياسر ابراهيم لعيب دولي. ارجع لي معلش ارجع لي، خليك معايا، ما تجيبش صور دلوقتي معلش. دلوقتي الكابتن ياسر ابراهيم لعيب دولي، وانا اشدت بيه كذا مره. ياسر ابراهيم انت لعيب دولي وبتلعب اساسي في النادي الاهلي. طول عمرنا واحنا بنعلم الناشئين والاكاديميات بنقول للمدافع يقف بميل. بنقول للمدافع اقف بميل عشان تبقى شايف الكوره وابقى شايف الخصم بتاعي. ما ينفعش راجل، استنى يا اسامه بعد اذنك، ما ينفعش راجل لعيب دولي ويروح منتخب مصر يركز على جهه واحده. صح يا كابتن مجدي ولا لا؟ طبعا. ده احنا بنعلم للناشئين. تفضل واقف كده يروح الراجل الراس حربه جاي سرقك. ايه ده؟ انت راجل لعيب دولي وبتلعب في النادي الاهلي. الف ب تقف بميل يا حبيبي. رقم 3، اللعيبه كلها بتاعت النادي الاهلي الفتره اللي فاتت يا كابتن مركزه في السوشيال ميديا. انا مش بقول كده بقول حجج او بعلق الشماعه، لكن لا، لازم تفوقوا. لازم لعيبه النادي الاهلي تفوق، عشان انتوا اللي بتدوا الفرصه لناس يعني بقله تركيزكم. مش هقول الا كده. كل لعيب مركز في السوشيال ميديا. كل ما افتح التليفون. برافو عليك، برافو عليك. في ايه؟ برافو عليك. انت حياتك دلوقتي كلها على السوشيال ميديا. برافو عليك. من امتى لعبت النادي؟ ما احنا لعبنا في النادي الاهلي. عمرك شفت ابو تريكه طلع على السوشيال ميديا؟ عمرك شفت ابو تريكه خد مراته وراح محل بدل؟ ما تروح، انا ما بقولكش ما تخرجش، اخرج بس مش على الملأ. كل يوم اصل مطعم تامر حسني الاقي لعيبه النادي الاهلي كلها راحه في الافتتاح. سهرين لغايه الساعه الصبح. اصل اسلام سعد بتاع البدل تلاقي لعيبه النادي الاهلي كلها راحه. سهرين لا، ما الصبح. تقولش اسماء، ما تقولش اسماء عشان ما اصل نعملش فرح اعلانات. علي يا اما يدينا بدل هو كمان. فرح علي كخه تلاقي الناس كلها راحه. في ايه؟ الكلام ده كله ما كانش موجود ساعه سيد عبد الحفيظ. وخالد بيبو. كابتن سيد لا، عبد وخالد الحفيظ بيبو، لما خالد كان بيبو. موجود خالد بيبو يا حبيبي. اللعيبه ما كانتش بتسهر ايوه، خالد كده. بيبو واخد 3 بطولات. انت مش عايز في ايه؟ خالد بيبو يا حبيبي. انت بتستنى في ايه؟ خالد بيبو هتهزر ولا ايه؟ واخد كاس مصر وواخد الدوري العام واخد بطولة افريقيا بدون مشكله. حلو. ولا مشكلة واحدة. ازاي ما كابتن، يشكروش يعني؟ كابتن. لا 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 يشكره. لا، والكابتن خالد بيبو انا مش بقول كده. لا يشكره كابتن طبعا. عمرنا ما شفنا يا كابتن، حضرتك كابتن النادي الاهلي، عمرك شفت لعيبه النادي الاهلي على الملأ كده؟ لا 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 لا. ما تركزوا شويه في الملعب. لا 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 لا. ركزوا شويه في الكوره لا، يا انا عايز حبيبي. افهم المشي اللي عاملينه الاصفر في شعرهم ده ايه؟ مش فاهم، انا مش فاهمه ده. مش عارف موضه، كل شويه واحد مش واخد فاهم لي المشي مراته ده، وطالع. يا عم احنا كلنا بنخرج، ما احنا كلنا بنروح افتتاحات وبنتعزم وكله، بس مش على الملأ. مش كل ما اخش الحمام اروح منزل، مش كل ما اروح مطعم اروح منزل. داري شويه على نفسك عشان انت لعيب كوره، انت راجل اتحطيت اللي انت بتلعب في النادي الاهلي احسن نادي في افريقيا، فالسبوت هيبقى عليك. فلما نطلع زي ما بنشيد بيك لازم نطلع نتكلم عليك. فلعيبه النادي الاهلي مش مركزه من اكبر واحد لاصغر واحد. احنا امبارح ما مسكناش كوره الا لما قفشه نزل شويه. اولا الماتش امبارح ما فيهوش اي فنيات قوي قوي، وكلكم لعيبه مغروره وكلكم رايحين وانتوا راكبين الطياره هتكسبوا 2-3. كمية مس باص. ايه يا كابتن ده؟ ايه ده؟ اكرم إيه ده؟ توفيق اللي احنا كل شويه نشيد بيه. اكرم توفيق ياخد الكره يروح مديها للفرقه الثانيه ويجري يجيبها. هو احنا بنلعب استحواذ في التمرين؟ تمام. في ايه؟ هو احنا بندي لك الكوره وراح اضغط؟ بتكلم فني اهو، محترم اهو. ايه يا جماعه في ايه؟ فني كلام. هي دي لعيبه النادي الاهلي
الناس بتموت. انا جاي دلوقتي البرنامج الناس كلها عماله توصر يا كابتن فوقهم، يا كابتن قول لهم، الناس مكبوته وانتوا ولا حد دريان. كابتن محمود الخطيب يعني الراجل الله يكون في عونه وهو متضايق، وده بان عليه في الحوار اللي عمله مع سيف زاهر. قال لك اللعيبه في الافراح مبالغ فيها، واللعيبه مركزه في السوشيال ميديا. ده مش كلامي لوحدي، الراجل متابع كل حاجه وفرض عليكم حظر اعلامي و500,000 جنيه. كابتن خطيب غلط. بس الراجل محروق. لا غلط. طب لما استنى نفهم غلط في ايه. غلط لما كولر قال لك مش عايز مدير كوره. لا اه هنا وقت الاداره يتدخل. هو طبعا غلط. انا شايف ان سامي قمصان مش هيقدر ينجح في كابتن لعيبه النادي الاهلي لازم واقفه، لعيبه النادي الاهلي مستهتره. ورغم كل ده انا مش بهاجم، انا في ظهركم، بس انا بفوقكم. وعلى فكره النادي الاهلي حصل معاه كده السنه اللي فاتت وخرجنا من النهائي مع اتحاد العاصمه. اللعيبه فاقت مش دول ورحنا واخدين 4 مش دول بطولات. مش دول. زي ما حضراتكم سمعتوا رد الفعل الناري من معتز اينو على هزيمة النادي الاهلي من نادي الزمالك في لقاء السوبر، وبالتالي كلنا زعلانين، كلنا حزانة على لاعبي النادي الاهلي واللي وصلنا له. يعني انا دايما بحب لعيب الكورة اللي بيركز في الكورة بس، لا بيركز في السوشيال ميديا، لا بيبص حتى في انتقادات على السوشيال ميديا او الكلام ده. لكن اتفاجئت ان الفترة الأخيرة زي ما معتز اينو بيقول ان في لاعيبة كتير جدا مستهترة فعلا، وحط حياتها على السوشيال ميديا بكل بساطة. يروح فرح ينزل، يروح افتتاح مطعم، افتتاح كافيه، افتتاح مش عارف ايه. يعني ده مش النادي الاهلي، ودي مش لعيبة النادي الاهلي. وبالتالي لما حصل كده، لما كان الكابتن سيد عبد الحفيظ موجود ولاعيبي النادي الاهلي راحوا فرح وابتدى تم تسريب الصور ليهم ولقطات وحاجات غريبة جدا، الكابتن سيد على طول غرامات. هو ده اللي احنا بقى بنتكلم فيه. كابتن سيد من ساعة ما مشي، مع كامل احترامي للكابتن خالد بيبو او لاي حد هيكون موجود او كابتن سامي قمصان، كلنا مش ضد الناس دي والله ولا اي حاجة، ولكن كابتن سيد عبد الحفيظ كان قافل كويس قوي على اوضه اللبس. يعني انا عارف ان في ناس ممكن تزعل من الكلام ده، لكن دي الحقيقة. كابتن سيد عبد الحفيظ كان بيتعامل في البوزيشن بتاعه بحرفيه كبيره جدا جدا جدا. راجل كان مالي المركز اللي هو فيه كمدير للكوره، عارف هو بيعمل ايه، وعارف ان هو ياخد افضل نسخه من اللاعب اللي موجود، وعارف ان هو يقفل على لعيبته كويس جدا، وقادر ان هو يحل المشاكل اللي موجوده جوه اوضه اللبس وحاجات كتير جدا 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 الكابتن سيد عبد الحفيظ كان عاملها. من بعد رحيله عن النادي الاهلي ابتدى يعني يتم تسريبات داخل اوضه اللبس. كان في وقته كان بيحصل برضك بعض من التسريبات والكلام ده كله، ولكن مش بالصوره اللي موجوده دلوقتي. لكن الفتره دي اوضه اللبس تحس ان هي الموضوع خلاص، يعني اي حاجه بتحصل جوه اوضه اللبس بيتم تسريبها، ودي حاجه غريبه يعني الواحد مش قادر يفهمها. اتمنى الفتره اللي جايه لاعبي النادي الاهلي يحسوا بقيمه الاهلي، يحسوا بقيمة التيشيرت اللي هم لابسينه، يحسوا بالجماهير اللي موجودة وراهم في كل مكان. انت بتروح بتلعب فين بتلاقي جمهور النادي الاهلي في ظهرك، ودي نعمة كبيرة جدا عشان تبقى فاهم. مساندة الجمهور ده شيء يعني يخليك تعمل المستحيل، خاصة لما يكون جمهور وافي زي جماهير النادي الاهلي معاك على الحلوة وعلى المرة، والمرة قبل الحلوة عشان بس تبقى فاهم. وده الجمهور اللي ساندكوا كتير جدا جدا في اخفاقات كتير، هو ده الجمهور اللي ساند، هو ده الجمهور اللي تم تحقيق البطولات علشان وجوده. وبالتالي لما يطلع حد ينتقدك، اصل انت مش على طول هيتم مثلا مدحك، وده طبيعي في الكوره، شئت ام ابيت انت اكيد ليك زله من الزلات، وبالتالي لازم زي ما بنشيد بيك وزي ما انت بتتقبل الاشاده والمدح لازم تتقبل النقد، خاصه لو نقد بناء. في حاجات موجوده، حياتك دي هي ليك انت، مش ليا انا كمتابع او كجمهور ليك. بلاش حياتك تكون موجوده على الملأ وموجوده على السوشيال ميديا بالطريقه دي. الراجل ضرب امثله، قال لك ابو تريكه عمرك شفته واخد زوجته وراح اي مكان؟ او انت ككابتن، يعني بيوجه الكلام لكابتن مجدي، قال له انت ككابتن
النادي الاهلي، هل حصل ده يعني نسبة الى جيل الكابتن مجدي عبد الغني؟ هل ده كان مفيش. لعيب الكورة هو حياته للكورة، اما الحياة الشخصية دي مش من حق اي حد يتدخل فيها او اي حد يشوف. كل لعيب حر، ولكن لما يبقى مردودك سلبي داخل ارض الملعب لازم اطلع هنا بقى ايه في وقفة، ونطلع بقى نقطة من اول السطر ونتكلم بقى. خاصة ان انت في اخفاق حصل في بطولة راحت، يبقى في سلبيات، في حاجات غريبة بتحصل، لابد ان احنا نصحح المسار. مع كامل احترامي لكل لاعبي النادي الاهلي، لابد ان يكون في انضباط اكتر من كده. حياتك بلاش ان انت تعرضها على السوشيال ميديا وبسهولة. حياتك دي هي ملك ليك انت. لحد هنا ده كان نهاية الفيديو، عشان مطولش على حضراتكم. بشكركم شكرا جزيلا لو تابعتني لحد اللحظة ديت، واتمنى لو بتتابعني لحد دلوقتي اللايك، الاشتراك، تفعيل جرس الاشعارات عشان يصلك كل جديدنا. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.